في حي شعبي في القاهرة عاشت فتاة جميلة اسمها ليلى. كانت ليلى ذكية وطموحة، تحلم بيوم تصبح طبيبة مشهورة. عاشت ليلى حياة صعبة، فقد توفي والدها وهي صغيرة، واضطرت والدتها للعمل خادمة لكي توفر لها احتياجاتها. كانت ليلى مجتهدة في دراستها، تحصل على أعلى الدرجات في كل عام. كانت زميلاتها في الفصل يحسدنها على ذكائها وطموحها، لكن ليلى لم تكن تهتم لأمرهن. كانت كل همها هو تحقيق حلمها. في يوم من الأيام كانت ليلى تذاكر دروسها، سمعت صوتا غريبا قادما من الغرفة المجاورة. ذهبت ليلى للتحقق من الأمر، فوجدت امرأة عجوزا تجلس على الأرض وتبكي. سألتها ليلى عن سبب بكائها، فأخبرتها العجوز أنها فقدت ابنتها الوحيدة في حادث أليم. شعرت ليلى بالأسى على العجوز، فدعوتها للعيش معها في منزلها. وافقت العجوز، وسرعان ما أصبحت جزءا من العائلة. كانت ليلى تهتم بالعجوز وتعتني بها، بينما كانت العجوز تدعو لها بالتوفيق في دراستها. مع مرور الوقت بدأت ليلى تلاحظ بعض التغييرات الغريبة على العجوز. كانت تصبح شاحبة اللون، وتبدو عليها علامات التعب والإرهاق. حاولت ليلى أن تسألها عن سبب تغيرها، لكن العجوز كانت ترفض الإجابة. في إحدى الليالي استيقظت ليلى على صوت صراخ غريب قادم من غرفة العجوز. ذهبت ليلى للتحقق من الأمر، فوجدت العجوز ممددة على الأرض وقد فارقت الحياة. شعرت ليلى بالخوف والرعب، فاتصلت بالشرطة. حضرت الشرطة وقامت بفحص جثة العجوز، لكنهم لم يجدوا أي سبب للوفاة. بعد وفاة العجوز بدأت ليلى تعاني من كوابيس مزعجة. كانت ترى العجوز في أحلامها، وتسمع صوتها وهي تهمس لها بكلمات غريبة. أصبحت ليلى تعاني من الأرق والتوتر، وبدأت تتأخر في دراستها. حاولت والدتها مساعدتها، لكن دون جدوى. في يوم من الأيام بينما كانت ليلى تقرأ في كتابها، سمعت صوت العجوز مرة أخرى. هذه المرة لم تكن العجوز تهمس، بل كانت تتحدث بصوت عال. لقد سرقت حلمك يا ليلى، أنت لن تصبحي طبيبة أبدا. صرخت ليلى من الخوف، ورمت الكتاب على الأرض. وفجأة ظهرت العجوز أمامها، وشكلها مخيف للغاية. لقد حذرتك يا ليلى، لكنك لم تصغي إلي. الآن ستدفعين الثمن. صرخت ليلى مرة أخرى، وفقدت الوعي. عندما استيقظت ليلى وجدت نفسها في المستشفى. أخبرها الطبيب أنها أصيبت بانهيار عصبي. بعد هذه الحادثة تركت ليلى دراستها، ولم تعد تهتم بأي شيء. أصبحت تعيش في عزلة وتخاف من كل شيء. لا أحد يعرف ماذا حدث لليلى بعد ذلك. البعض يقول أنها ماتت، والبعض الآخر يقول أنها ما زالت تعيش في عزلة. لكن ما هو مؤكد هو أن حلمها في أن تصبح طبيبة قد ضاع. مرور 15 عاماً على هذه الحادثة، عادت ليلى إلى حيها القديم. كانت تبدو مختلفة تماماً، فقد أصبحت امرأة عجوزاً شاحبة اللون تعاني من أمراض نفسية. ذهبت ليلى إلى منزلها القديم، فوجدته مهجوراً. دخلت المنزل وبدأت تتذكر ما حدث لها في الماضي. فجأة سمعت ليلى صوتاً غريباً قادماً من الغرفة المجاورة. ذهبت للتحقق من الأمر، فوجدت العجوز جالسة على الأرض بنفس الشكل الذي ماتت عليه. صرخت ليلى من الخوف، وبدأت تهرب من المنزل، لكن العجوز لحقت بها وبدأت تطاردها. ركضت ليلى في الشارع وهي تصرخ طلباً للمساعدة، لكن لم يكن هناك أحد في الشارع. أخيراً وصلت ليلى إلى مقبرة كبيرة. دخلت المقبرة واختبأت بين القبور. بحثت العجوز عن ليلى في كل مكان، لكنها لم تجدها. أخيراً استسلمت العجوز واختفت. بقيت ليلى مختبئة في المقبرة لمدة يوم كامل. عندما خرجت من المقبرة وجدت أن الشمس قد طلعت. شعرت ليلى بالأمل لأول مرة منذ سنوات. عادت إلى منزلها وبدأت تستعد لبدء حياة جديدة. ذهبت ليلى إلى طبيب نفسي وبدأت تتلقى العلاج. ساعدها العلاج على التغلب على مخاوفها،
وبدأت تتعافى من مرضها النفسي. بعد مرور عام عادت ليلى إلى الدراسة وحققت حلمها في أن تصبح طبيبة. لم تنس ليلى ما حدث لها أبداً، لكنها تعلمت أن تعيش مع مخاوفها. أصبحت طبيبة ناجحة ساعدت الكثير من الناس. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك وشير للفيديو. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.